هنبتدي بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبقول لك لحظة وبقول لك لحظة وقف. الفيديو ده ربنا بعته ليك إشارة، بعته ليك علامة، بيقول لك ارجع لي، بيقول لك ارجعي لي، ما عادش في وقت. بيقول لك انت هتتوب، انت هتوقف عن المعاصي والذنوب اللي انت بتعملها. هتقول يا سمسم طب انا عايز ارجع لربنا، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا تايه في الدنيا مش عارفه اعمل ايه. وبما ان الفيديو ده اشاره ليك، فان شاء الله هنتكلم عن الذكر وفضل الذكر. هنتكلم عن الذكر كبير وعظيم، بسببه هيتفتح لنا مفاتيح الفرج كلها. هتقولي ايه هو يا سمسم؟ اقول لكم. هنتكلم عن الاستغفار. الاستغفار ايه فايدته؟ بيمحي الذنوب. طب لما الذنوب تتمحي ايه اللي بيحصل؟ ربنا بيفتح علينا فتوح العارفين. كل اللي نفسه في حاجة بتتحقق، كل اللي نفسه في حاجة ربنا بيديكوا الحاجة دي بسبب الاستغفار. الاستغفار بيجي يمحي الذنوب، بي بينسفها من الآخر. والنهاردة معانا قصص. أنا حبيت أبتدي بالقصص معاكم الأول عشان تديكم باور. ودي قصص طبعا من واقع الحياة، أصحابهم حكوا القصص دي، تمام، بنفسهم، بعد ما ربنا منحهم ومن عليهم وألهمهم بالاستغفار. معانا قصص صغيرة كده حلوة عشان ما تزهقوش وتستفيدوا من كل قصة ايه بسرعة. نبتدي كده بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا قصة لبنت كل ما عريس بيتقدم لها بتترفض، تمام. الموضوع ده حصل معاها بتاع 40 مرة. فبتحكي وتقول انا عندي 32 سنة وكل ما حد بيتقدم لي الموضوع بيبوظ. فسمعت ماما كانت بتسمع عن درس فضل الاستغفار، تمام. ماما قالت لي يا بنتي التزمي الاستغفار 100 مرة يوميا، ومع التدريج بقت خلتهم 1000 مرة في اليوم. بتقولك لما هي بتلتزم بالاستغفار في كل وقت، سواء هي في المواصلات، في شغل البيت، بتطبخ، بتغسل، في اي وقت، تمام. فايه اللي حصل لها؟ بيقولك بعد ما التزمت الاستغفار 4 شهور، ربنا كرمها بإنسان محترم وخلوق، وربنا كرمها واتجوزوا والحمد لله. بتقولك انا حسيت ان مع الاستغفار براحة، حسيت ان ربنا بيجهزني لحاجة كبيرة، تمام. دي اول قصة. تاني قصة ان كان في تاجر صاحب محل ملابس دخل مع شريكه، تمام، وشريكه نصب عليه، تمام، وبقى اصبح مديون، ماشي، ومكتئب. فواحد صاحبه كان قاعد معاه وقال له عليك بالاستغفار وسورة البقرة. فالتاجر ده كان بيستغفر في اليوم 2000 مرة، وهو اساسا كان قاعد في بيته وما كانش لاقي شغل. فجيه بعديها بشهرين واحد اتصل بيه وقال له انا عندي بضاعة تسوقها لي وتاخد نسبة عليها. قال له ماشي. يقول لك بعديها بفترة الموضوع كبر، وبدل ما كان بيشتغل لشركة واحدة ربنا كرمه ب3 شغلانات. وبيقول لك ما شاء الله الفلوس بقت زيادة معاه، واهم حاجة حاسس براحة البال. كل ده بسبب الايه؟ الاستغفار. تاني حاجة، آه، كانت بتشتكي من ابنها اللي هو بيسيب البيت على طول، بيسيب المدرسة وصحب صحبة وحشة، تمام. فربنا ألهمها بالاستغفار. بيقولك بعد 6 شهور ابنها رجع البيت وقال لها أنا آسف وسامحيني وعايزة أكمل تعليمي. وبتقول أنا ما عملتش غير إن أنا دعيت ربنا واستغفرت ربنا وبس، تمام. القصة اللي بعديها قصة موظف اتظلم في شغله، تمام. ففتحوا له تحقيق وكده، وكان هيتوقف عن الشغل.
فواحد صاحبه قال له قبل ما تروح التحقيق وانت جاي في الطريق اقعد استغفر ربنا. بيقول لك انا يا دوبك بستغفر ربنا دخلت على المدير، تمام، اللي كان متضايق مني، فجأة لقيته بيقول لي الموضوع خلاص انتهى. فبيقول ازاي حصل كل ده بفضل الايه؟ الاستغفار. قصة تانية معانا، قصة بنت كانت مكتئبة وبتاخد علاج، عندها 25 سنة، وكانت بتتعالج من اكتئاب حاد. فالدكتورة نصحتها بجانب العلاج اللي هي تذكر ربنا كتير، فبدأت بالاستغفار 500 مرة في اليوم. بتقول بحس ان الضيقة اللي كانت فيها بتخف، تمام، وبعد 3 شهور وقفت الأدوية وبقيت أحسن الحمد لله. القصص دي لو نلاحظ ان الناس لما هي كانت داخله مثلا ما كانتش بتجرب الاستغفار، لا، هم عارفين ايه فايده الاستغفار، تمام، عارفين ان انا داخله استغفر يعني اتوب واتذلل لربنا، تمام، وافتقر لربنا، تمام، عشان عارفين النتيجه ايه بعد كده. وكمان النتيجة ما جاتش من يوم وليلة. هتقولي بسبب ايه يا اسماء؟ حسب ذنوبنا. في ناس بتذنب كتير، في ناس بتذنب حبة صغيرين، فممكن الفرج يجي بعد اسبوع، في فرج بيجي بعد شهر، في فرج بيجي بعد 6 شهور، بعد سنة، بعد سنتين. ده على حسب ايمان الانسان وعلى حسب قلة ذنوبه. فلازم يكون حسناتك اكتر من سيئاتك، تمام. وكمان ان الاستغفار ليه ابواب كتيرة، زي الرزق، المال، زي الجواز، تمام، زي إزالة الهم والغم، تمام. وعايزين بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. في آية بتقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا رب يجعلنا يا رب من الذاكرين والمستغفرين. وعايزين من النهاردة نبتدي نحدد ورد لينا من الاستغفار، حتى لو 100 مرة في اليوم، تمام. في أي وقت استغفروا ربنا، استغفروا ربنا في أي وقت ما عدا الحمام. ايديكي مشغولة يبقى لسانك، معاكي سبحة عادية ماشي، معاكي سبحة إلكترونية ماشي، لسانك بس اللي موجود خلاص. نستغفر ربنا ليل نهار، وإن شاء الله ربنا يفتح علينا فتوح العارفين. ويا رب يجعل المحتوى الجديد اللي أنا بعمله خالص لوجه الله، و... وينفعنا بما نقول، و... و... نبتدوا مع بعض ان شاء الله نستغفر. ويا ريت نستغفر في الكومنتات عشان كلنا ناخد الثواب، وكل اللي يقرأ يستغفر برضو وتاخد الثواب اكتر. واللي عاش تجارب مع الاستغفار يكتبها في الكومنتات، وانا هاخدهم وهعمل بيهم فيديو، وربنا يجعلهم ميزان حسناتنا جميعا. وكلنا بنبلغ آية اللي هي الاستغفار. استغفروا ربنا، استغفروا ربنا، استغفروا ربنا، وربنا يرضيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.